ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ أنا محمد ياسر ودي قناة مويس فيديو. النهاردة هنعمل براند ديزاين ودي حاجة جديدة في القناة، نجرب مع بعض إن شاء الله تعجبكم. البراند بتاعنا عبارة عن بلاتفورم جيمنج، وكمان ليهم روستر بتاعهم أو التيم بتاعهم في الإي سبورتس، وهيكون اسمهم فورتكس جيمنج. هنبدأ مع بعض من أول الفكرة الصغيرة جدا مرورا بالسكتشز بتاعتنا. بعد كده هنعمل كام فيرجن علشان نختار منهم الفيرجن الفاينل بتاعنا، وبعد كده نفاينلايز الشغل بتاعنا علشان ندخله مرحلة الموك اب، إن إحنا هنطبق الشغل بتاعنا على تطبيقات عملية مثلا تي شيرت، موبايل ابلكيشن، الكلام ده كله. وهنعمل كده مع بعض حاجة جديدة، يو اي هيبين الانرجي والاكسبيرينس اللي بناخدها في كل فيديو. ان شاء الله هنمشي فيه بداية من اول الفيديو، حاجة انتراكتيف كده، اتمنى تعجبكم. خلونا مع بعض نشوف. يلا. بعد كده هنشوف تطبيقات مثلا زي اللوجو بتاعنا على التيشيرت بتاع البلاتفورم او الاي سبورتس تيم، وبرضه نقدر نشوف مع بعض السوشيال ميديا ديزاينز اللي عملناها، بحيث ان هيبقى في تمبلت مثلا هينزل الشغل بتاعنا على السوشيال ميديا. برضه بالاستعانه بالاي اي قدرنا ان احنا نعمل شكل الروستر بتاعنا او التيم بتاعنا، هيبقوا مثلا تيم زي ده. من المرحلة الأولى اللي هي الفكرة هننتقل للمرحلة التانية وهي السكتشنج. دلوقتي في خطوة رقم 2 بنبدأ سكتشنج، عبارة عن ان احنا بنعمل برين ستورمنج او ان احنا بنقلب الافكار في دماغنا علشان نوصل لأحسن فكرة ممكنة، او احسن ممكن نقول 3 افكار 4 افكار، اللي هي بنطلع منهم الفكرة اللي احنا هنشتغل عليها ونعمل منها اللوجو بتاعنا علشان نوصل بيه للفاينل فيرجن اللي احنا عايزينه. طبعا في البرين ستورمنج او مرحلة السكتشنج بتاعنا بنحتاج نعمل تغذية بصرية قوية، بان احنا بقى نشوف صور للوجوز، ناخد منها انسبيريشن او ناخد منها الهام، من جوجل، من بنترست، من بيهانس، من دريبل، ايا كان الموقع اللي انت عايز تاخد منه. اهم حاجة يكون شغل احترافي مش شغل هواه، علشان تطلع نتيجة كويسة وتقدر ان انت تطور من شغلك. بعد كذا سكتش ان انا اوصل لخمس افكار او خمس سكتشات، ولكن طبعا اكتر واحد فيهم عجبني ان احنا نعمل منه المرحلة التالتة وهي اللوجو ديزاين. بعد كده بنشوف مع بعض اول فيرجن وصلنا له، وبعد كده بنطوره، بنحط الدورية المفرغة اللي هي من حواليها فيه فراغ. نقدر نوصل بعد كده في شيب رقم 3 ان احنا عملنا الشكل فيه فراغ من جوه، بس ما عجبنيش، حسيت ان هو بدأ يبعد عن الفكرة اللي انا عايزها لغاية لما قدرت اوصل للنتيجة اللي انتوا شايفينها دي. وده عبارة عن ان انا خدت التفريغ اللي كان في اللوجو نمبر 3 وحطيت جنبيه الدورية اللي انا عايزها. قبل ما نكمل بس انزلوا تعملوا سبسكرايب للقناة او فولو علشان تشوفوا كل جديد هنزله ان شاء الله. ونعمل بعد كده الكالر باليت بتاعتنا اللي هي هتبقى عبارة عن كوزميك بلو، نيون بيربل، سوبر نوفا جولد، ودول هيكونوا مين كالرز بتاعتنا. ودايما وانت بتعمل براند لازم يبقى عندك مين كالرز اقل حاجه يكونوا 2. بعد كده المرحله الرابعه وهي الابلكيشنز او التطبيقات بتاعتنا العمليه اللي احنا هنعملها، مثلا موك ابس لتي شيرت، السوشيال ميديا تيمبلتس بتاعتنا، او اي مطبوعات ممكن نعملها، اللوجو والبراند بتاعنا. وبكده نكون عملنا الأربع محاور بتوعنا. طبعا ده فيديو سريع ما جبتش فيه خطوات تفصيلية، بس إن شاء الله لو الفيديو عجبكم ولقيته جايب عدد لايكس كويس، يعني ممكن نقول مش هنبقى أوفر أوي، ممكن 50 لايك، هبدأ إن شاء الله أعمل الحاجة بالتفصيل وأديها تفاصيل أكتر في الريكوردينج، بحيث إن الناس اللي بتتفرج تستفيد أكتر ما هي بتسمع، لأ تشوف الجانب العملي وكمان تبقى بتسمع النظري. وبس كده نكون خلصنا حلقتنا. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واستنونا في حلقة جديدة. سلام.